مرحبا بمليون. يقولون فيه فلاح عزمه صديق له تاجر مبسوط، المهم عشاء، ووصل الرجال عنده تروش في العصر وغلق يتغلق من البلاد وهذا، وانه يروح له معزوم بفرحة عشاء ذي. ويوم جاء تلفتوا لي هذا القصور وهذا الرخام وهذا الثريات وهذا الدنيا ما شاء الله تبارك الله، عينه في مسقوف اشكل مما تلفت في مضيف. المهم يبغى العشاء أضحى، والله انه يجيب له ذاك العشاء. بدأ اول شيء جاب له مرقة، صب المرقة هذه في صحن عنده. تلفت الرجال ولي والله ان في حنش في الصحن. اختلع من الرجال متلفت ولا بغى يحرجه ولا حنش. هو ياكل ما ياكل، هلا الحنش فضيحة، اذا قد ثلغ في الذي خلاص معناته سم. فيقول له كل كل، قال بسم الله توكلت على الله. والله وانه يبدا يغرف بالملعقة ويشرب من هذا المرق الين غلق. والله جابوا اكل وجابوا كذا، ما عاد خلاص الرجال ما عادوا في يد الرحمن على ما قال، اختلع. اي والله انه يحسي في بطنه مثل النار. سرى بيتهم، وانه يقعد ذيك الليل لا اله الا الله ما امسى مع المسلمين، ليله يلوي بطنه، واختلع وضامه بطنه والياب. والله الرجال قد معه نفاضه وحراره ودنيا، وانه يبره اليوم الثاني على التاجر ذي. قال يا اخي اعطني علاج ولا انقلوني المستشفى ولا شوفوا لي طريقه. ايش بك؟ قال ايش بي؟ حنش في المرق البارح، لكني ما استطيت اقول لك شيء. قال يا ابن الحلال ما في حنش ولا في شيء، والله ما في شيء. قال لا والله العظيم انه حنش، والله اني شفتها انا بعيني في الصحن لكن ما حبيت احرجك. قال يا ابن الحلال ما في حنش، ايش دخل الحنش في الصحن؟ قال والله انه حنش. اسرع، والياب عرقانه تصب، والياب قد هو خلاص على النهايه بيموت مسموم. قال له الرجال طيب غدا نبدي نتغدى. قال اقول خلنا نفلح. قال لا، وانه يجيب له مرقه نفس المرقه وصحن مثل الصحن ذاك، وانه يصب له. قال تشوف شيء؟ قال لا ما هذه ما في شيء، ايش بك تخبل علي؟ لكن ذاك فيه حنش. قالها طيب هات صحنك، وانه ياخذ صحنه وانه يلفه في مكان ثاني، قال وانه يصب له. قال لي والله انه شفه. اضرب في السقف فوق صورة حنش بمراية، فيعكس في الأرض، في ذهبه الصحن تحت المراية هذه انعكس صورة الحنش في الصحن. هذا يتخبل التاجر ذي على العرب، حسبي الله عليه راعي ضيعه. المهم قال هاتر ما في شيء، الحنش في راسك انت. قال اقول لك سم، والله يا بطني ما امسيت منها. قال لا شوف هذه اللي في الصحن. انت صادق؟ قال لي والله، واللي ابى قد انزه، واللي ابى قد سلم بطنه، واللي ابى قد ضحك وسولف وعين من الله خير. كيف انت تقول بقى؟ قال اسوي حيله كذا بس ارقرقه، تشوف الصحن، تشوف النور، تشوف اللمبه، تشوف المرايه، تشوف. قال ايوه، واللي ابى الحنش يعكس بس في الصحن اللي تحت. قالوا حسبي الله عليك، والله ما امسيت من بطني، واني قلت خلاص هذا مرض الموت ما فيها كلام. الله المستعان يا اخواني. احيانا التاجر صدق، ترى الحنشان في عقولنا ما هي في بطوننا. كم من حنش في راسك وسواس بقي معك طول الدهر، وتحسب انه صدق، انت تحسب انه والله انه حنش، والله اني شفته. ترك ما شفته، وتريش ما شفتي، تروه وهم معشعش في روسكم من سنين وتصدقونه وتحلفون انه صدق. والله لا بحنش ولا بوهم ولا فيه مرض ولا فيه شيء. بعضنا عنده وسواس، عنده فكرة، عنده معشعشة في رأسه من سنين ويحسب انها صدق. وتروا اللي غير مكانك، ما عاد بتشوف الحنش. غير اسلوبك، غير حياتك، وابشر بالخير. ومعك واحد فوق السقف وفوق الحنش وفوق الدنيا كلها، هو البصير سبحانه. إذا اتكلت عليه والله ان عروته هي الوثقى، أما غيره الله يرحمنا.